كيبدي الفيلم ديالنا في دوله النيجر، وغنتعرفوا على عصابه خطيره سميتها المنظمه. وهاد العصابه كانت مسيطره بالكامل على مدينه شانتي، والهدف ديالهم هو يخرجوا اخطر القتله المحترفين في العالم. عصابه المنظمه كيوصلوا بالطوموبيلات ديالهم عند واحد الدار مهجوره، وكانوا شادين واحد من الرجال ديالهم يتخانهم على قبل الفلوس. دخلوه لواحد البلاصه وعلقوه بالسلاسل ديال الحديد، وكيجي القائد ديال المنظمه، وقبل ما يهضر كيقطع له يديه. كيهضر القائد وهو معصب، كيسولو علاش قرر يخونو، والخائن كيتاسف ليه وهو كيتالم. القائد كيستغرب من نبره الصوت ديالو بحال الا شي حاجه وحله ليه في حلقه. والمفاجاه اللي كيكتشفوا هي ان واحد العامل زير على داك الخائن يسرق قنبله، وهذا العامل كيخدم القنبله وكتفرقع، وكلشي اللي كيكون تما كيموت. واللي كان مور هادشي كامل هو العامل 47، وهذا قاتل ما عندوش الرحمه، مدرب ملي كان صغير باش يخرج قاتل محترف، حيت هو وصحابو ما كانوش عندهم سميات، كانوا كيعيطوا لهم بارقام. ضابط الانتربول مايك وصاحبو جينكيز هذه 3 سنين وهما كيطاردوا العامل 47، وقدروا يربطوا كاع العمليات ديال الاغتيال اللي وقعت في هذه الفتره بالعامل 47، وكانوا كيتبعوه في العالم كامل. واخر مره كانوا كيطاردوا فيها كانت في النيجر، ولكن كالعاده فشلوا باش يشدوه. العامل 47 حاليا كيستعد لمهمه جديده في روسيا، كيوجد بيت في واحد الفندق، وكيحط السلاح ديالو في الثلاجه، وكيشتت واحد الكره ديال الزاج صغار قدام الباب ديالو، وكيحط قموبه على الباب باش تفرقع الا قرب شي واحد يحلها، وكيحط الحبل ديال الهروب حدا الشرجم باش الا اقتحم شي واحد البيت ينقز بالحبل. ودابا جا الوقت باش العميل 47 يتصرف على المهمه ديالو. كيوصل الميساج مشفر من الوكاله السريه اللي خدام معها في اللابتوب ديالو، وفيها تفاصيل عمليات الاغتيال الجايه، والشخص اللي غادي يغتالو هو الرئيس ديال روسيا اللي سميتو بيلوكوف. وهذا الشيء حيت التحركات والقرارات السياسيه ديالو مؤخرا دارت ليه بزاف ديال الاعداء. الاوامر جات للعامل 47 باش يسالي مع الرئيس الروسي في بلاصه مفتوحه وتبان على انها عمليه اغتيال علنيه. العامل 47 كيعترض على المهمه حيت من العاده ديالو كيقتل في الخفاء ماشي قدام الناس، ولكن من بعد كيوافق باش ما يبانش ضعيف قدام الوكاله اللي مخدمه. من بعد كنمشيو لواحد التجمع شعبي كاين حدا المبنى اللي فيه بيلكوف، والعامل 47 كان مستعد بالسلاح ديالو كيوقف الرئيس الروسي باش يجاوب على اسئله الاعلام. والعامل 47 كيستغل الفرصه وكيسالي مع بيلكوف براساسه في الراس. من بعد كيجمع السلاح والحوايج ديالو في باليزه وكيفجرهم باش ما يخلي وراه حتى شي دليل. من بعد ما كمل المهمه ديالو العامل 47 كيستعد باش يخرج من المدينه ويركب في التران، ولكن كيوصلوا ميساج من الوكاله وكيبان انه كاين شي حد شاف العامل 47 وهو كيدير المهمه ديالو مع الرئيس الروسي ولازم يتصرف مع هذا الموضوع. والشاهده اللي شافته كانت واحد المراه سميتها بارنينا. العامل 47 ما كيضيعش الوقت وكيمشي يتبع بارنينا، وقبل ما تركب في الطوموبيل ديالها العامل 47 كيجبد الفردي ديالو باش يقتلها، ولكن في نفس اللحظه بارنينا كدور وكتشوف فيه. العامل 47 كيتصدم وكيوقف بلاصتو، وفي نفس الوقت كان واحد العامل اخر باغي يقتل العامل 47، ولكن الرصاصه جات في واحد الراجل دايز في الزنقه، وكيتبين انهم صيفطوا عامل اخر باش يتخلص من العامل 47، ولكن العامل 47 هرب لهم. في الجهه الاخرى ضابط الانتربول مايك وجينكس كيوصلهم معلومات بلي العامل 47 كان في روسيا، وكيعرفوا باللي هو اللي قتل الرئيس الروسي. كيتواصلوا مع المخابرات الروسيه باش يطيحوا العامل 47. السلطات الروسيه بالفعل عرفات بلاصتو وحاصرت الفندق اللي هو فيه، والعامل 47 كان حاير من داكشي اللي وقع معاه في المهمه الاخرى ديالو، حيت الرئيس الروسي بطريقه ما قدر ينجو من عمليه الاغتيال. وخا العامل 47 متاكد 100% انه جاب الرصاصه في الهدف ومات. الوكاله ما بغاش تخلصوا فلوس العمليه حيت قالوا ليه ما كملاتش، والعامل 47 كان باغي يعرف شكون هذا اللي عطاه هذه المهمه، ولكن الوكاله كترفض تقول ليه. العامل 47 كيتعصب وكيهددهم بالقتل. في ديك اللحظه البوليس اقتحمت المبنى وغاديين للبيت ديالو. العامل 47 كتجي مكالمه من واحد الشخص مجهول كيقول ليه باللي الرئيس الروسي براسو هو اللي امر باش يتم الاغتيال ديالو قدام الناس. 47 كيستغرب بزاف كيفاش الرئيس بيكلوف يامر باغتيال راسو. في نفس الوقت البوليس بقاو كيتبشاو على داك البيلي اللي كاين في الارض. العامل 47 كيسمع الصداع وكيبدا يجري، القنبله اللي في الباب كتفرقع وداك الجنود كيموتوا كاملين، وكينقز بصعوبه بالحبل الدور اللي تحت منه. كيجبد السلاح ديالو اللي كان في الثلاجه وكيستعد باش يدافع على راسو. كيخرج كيهجم على البوليس وكيحل باب السانسور وكيطلع في السانسور وكيسالي مع داك الضابط اللي لداخل. كان غادي يخرج ولكن المفتش مايك كيوقفو وكيرفع عليه السلاح وكيامرو يوقف في بلاصتو، ولكن كتوقع عمليه الاخلاء. والعامل 47 كيستغل الفرصه وكيهرب وقدر يتفادى القرطاس ديال مايك ونقز في الواد، وبهكا العامل 47 هرب منهم مره اخرى. كنرجعوا للبيت اللي كان فيه 47 واللي راب كامل، ولكن بقاو فيه شي حوايج صالحين منهم البيسي بورطابل ديالو، ولكن البيسي كيفورماتي راسو فما بقى حتى شي دليل عليه. الانتربول والبوليس ديال روسيا كياخذوا كاع الحوايج باش يحققوا فيها، ولكن العلاقه بيناتهم كتوتر. المفتش الروسي يوري ما كانش باغي يحد من الانتربول يكون حاضر، ومايك كان حاس باللي يوري مخبي شي سر. في الوقت اللي العام 47 كيدخل المحل ديال الحوايج وكيلبس عليه وكيمشي يشري الورد، كيتنكر في هويه ديال ديليفري وكيوصل الورد وكيمشي للشقه ديال بارنينا. غير كتحل الباب كيجرها وكيخطفها معاه وكيحطها في الكوفر ديال الطوموبيل وكيتحرك بها لواحد لوطيل خاوي. كيستجوبها باش يخرج منها اي معلومه، ولكن كانت رافضه تهضر. كيجبد الفردي ديالو وكيحطو على راسها، ولكن قبل ما يتيري فيها كيلاحظ الوشام اللي في وجهها، وهذا الوشام كيتفكر به راسو. العام 47 كيتردد وما كيقتلهاش وكيفهم باللي بارنينا حتى هي
هي كانت وجدات باش تولي قاتله محترفه، وكيقرر يتحركوا بجوج. وبما ان روسيا كامله ولات مزيره بالامن وما يقدرش يخرجوا منها، العام 47 كيحدد خطه للهروب، ولكن المفتش مايك قدر يتوقع الخطه الجايه ديالو وكيتسناه في محطه التران. ولكن العام 47 كان ذكي وسريع، سرق اللبسه ديال الشيفور ديال التران ولبسها باش يتنكر ومشى في المحط بلا ما يحسوا به البوليس. ولكن كان واحد الشخص قدر يعاقبه، وهو العامل اللي تصيفط باش يقتلوه، وكيبدا يتبعو. والمفتش مايك عاقب هذه المطارده وبدا حتى هو كيتبع العام 47 ملي عرفهم كيتبعوه نقز نيشان فوق السور واختفى في الملجأ اللي كاين تحت الارض. ولكن العامل اللي جاي يقتلو بقى تابعو، ومن بعد كيتلاقاو بجوج وكيتقاتلوا مع بعضياتهم. ولكن القوه والسرعه ديال العام 47 كتعطيه الافضليه وقدر يغلبوا. وقبل ما يقتلو كيشوف واحد الخيار قدامه، كيقرر يتحقق، كيدخل لواحد التران وكيخرجوا ليه ثلاثه ديال العملاء وحدين اخرين مسلحين جايين باش يقتلوه. كلشي كان رافع السلاح ديالو على الاخر، ومن بعد كلشي وافق ينزل السلاح ويتقاتلوا بالسيوف. بدا القتال بيناتهم وخا كانوا هما اكثر. العام 47 بين على كفاءه عاليه وقدر يتفوق عليهم واحد مورا واحد وسلم معهم. ومني كان ماشي العامل الثالث حاول يقتلو من اللور، ولكن 47 عاق به، ضربوا برجلو وطيروا من التران. كملوا القتال على برا التران و47 تقاتل معاه بكل قوه. من بعد جبد الصندة ديالو وخنقو حتى مات. ومن بعد هذه المعركه الطويله العام 47 رجع للعامل الاول وسلم معاه وقتلو. في ديك اللحظه كيبان المفتش جينكس، والعام 47 كيخرج من موراه وكيخنقو وخداه كرهينه. مايك حتى هو كيبان وكيشوف صاحبه في خطر، ما كان عنده حتى شي حل اخر من غير يتفاوض مع العام 47 باش يطلق جينكيز. كيتوسل للعام 47 باش ما يقتلوش وكيحط السلاح ديالو. 47 كيستغل الفرصه وكيضربو برصاصه في صدرو، وكان غادي يساليمها برصاصه، ولكن برنينا كتبان وكترجاه ما يقتلش الضابط. وفعلا 47 كيسمع كلامها، ومن بعد الاسعاف كتوصل لمحطه الترام باش تعال الضابط. والعام 47 وبرنينا كانوا هربوا. 47 كيتعصب من برنينا حيت تدخلات ليه ملي كان غادي يقتل مايك، وكيحذرها باش ما تبقاش تدخل له مره اخرى في الخدمه ديالو، وهي كتسمع كلامه وكتقول ليه ما بقيتش غندخل في الشغل. في الجهه الاخرى يوري كيزيد يضغط على مايك وجينكيز باش يخرجوا من البلاد، ولكن هما كيرفضوا وكيتيقوا اكثر باللي يوري مخبي شي حاجه. مايك كيتعصب عليه وكيشدو من الكول ديال الجاكيط، ويوري ما كانش عارف باللي هاد الحركه ديال مايك راه زرع عليه بها جهاز ديال التجسس في الجاكيطه ديالو. ولاو هما وجينكيز كيسمعوا كاع المكالمات ديال يوري، ويوري كان كيتكلم مع الرئيس الروسي بيلكوف. وهنا كتبان الحقيقه، الرئيس الحقيقي مات باللي قتلوا العام 47، واللي كاين دابا هو مجرد شبيه. يوري وهاد الشبيه الهدف ديالهم يتخلصوا من العام 47 وبرنينا واي واحد غيوقف في طريقهم ويسيطروا على البلاد كامله. مايك وجينكيز كيتصدموا من داكشي اللي سمعوه وكيقرروا يتصرفوا ويوقفوا هاد المهزله. في موسكو كان واحد الضابط من المخابرات الامريكيه باغي يتلاقى العام 47. في العام 47 خلى هاد الضابط يتلاقى برنينا في المطعم ويهضر معاه في التليفون. و47 كان فوق المبنى المقابل ورافع السلاح على الضابط باش الا كان داير له شي فخ، ولكن الضابط ما كانش داير له فخ، وهضر مع 47 ودار معاه اتفاق لصالح المخابرات انه يقتل خو الرئيس الروسي اودري، حيت اودري تاجر السلاح والمخابرات الروسيه والامريكيه باغيين يتخلصوا منه. ولكن بيركوف كان كيحميه، كيقولوا ان اودري غيتلاقى تاجر السلاح سبيتو باريس كاين في تركيا، وباللي باريس عمره ما شاف اودري قبل. العام 47 كيوافق يسافر لتركيا باش ينفذ المهمه، ولكن في المقابل كيطلب منه الا تشدت عليه المخابرات الامريكيه يتدخل باي شكل ويخرجه. عامل المخابرات كيقول ليه باللي خلي الموضوع عليا، وهكا كنعرفوا باللي الوكاله السريه اللي خدام معها العام 47 كانت هي المخابرات الامريكيه. من بعد العام 47 كيمشي للمطعم اللي فيه باريس، وبالزربه كيحط واحد الحاجه في المشروب ديال باريس ملي كيشرب كيحس بالوجع في كرشو وكيدخل للحمام. 47 كيستغل الفرصه وكيمشي موراه للحمام. العساسه ديال باريس كيفتشوا 47 و47 ما كان معاه حتى شي سلاح، كيدخل للحمام وكيجبد السلاح كان مخبيه لداخل وكيسالي مع دوك العساسه. من بعد كيحقن باريس بواحد السم قاتل وكيهرب بسرعه مع برنينا. كيمشيو للحفله اللي دايرها اودري خو الرئيس الروسي. العام 47 كيدخل للحفله على اساس انه باريس وغيشري الاسلحه، كيفتشوه في الباب وكيجلس قدام اودري. كانوا تجار سلاح بزاف جالسين، كينوض اودري وكيشرح لهم الاسلحه ديالو باللي هي الافضل في السوق. ولكن 47 كيتكلم وكيقول ليه انت كذاب، الاسلحه ديالك ماشي زينه ومن الاسوء الاسلحه. اودري ما كيرتاحش ل 47 وكيهز عليه السلاح، ولكن 47 كيلوح الباليزه ديالو فوق الطابله اللي كانت غير قنبله وكتفرقع. وفي وسط الروينه 47 كيجبد الشفرديات وكيبدا يسالي مع التجار، حتى هما كيبداو يضربوا عليه بالرصاص وكتوقع تما الروينه. هو كيتخبى مور واحد الساريه وكيتسنى اللحظه المناسبه، والقرطاس كيكون نازل عليه بحال الشتا، كينكز وكيلوح عليهم قنبله وكتفرقع وكتسالي مع كلشي اللي كاين تما. اودري كان باقي عايش. 47 كيجي عنده وكيسالي معاه. من بعد 47 كيتحرك بالطوموبيل مع برنينا للمحطه باش يقطعوا الحدود التركيه الروسيه. 47 كان مصمم يقتل الرئيس الروسي حيت كان كيسحب ليه فشل في المهمه. كيركبوا بجوج في التران و47 كيودع برنينا وكيقول لها تنزل في اخر محطه وتبدي حياه جديده. برنينا ما كتبغيش، ولكن 47 كان مصمم على القرار ديالو وكيودعها وكيوعدها باللي غيشوفها من بعد ما يسالي المهمه. في الحياه في الجهه الاخرى في مبنى الانتربول جينكيز كيوري المايك تصويره قديمه للرئيس ويكلوف وهو كيخطب، وكيوري له تصويره اخرى في نفس الوقت للشبيه كياكل في مطعم. هادشي كياكد الشك ديالهم باللي كاين شبيه هو اللي داير راسو رئيس. من بعد كنشوفوا بيكلوف المحتال كيتلاقى يوري وكان
خايف حيت العامل 47 مازال عايش وكيأمر يوري يقتلو بأي طريقة. يوري كيرجع للمكتب ديالو والضو كيتقطع وفجأة كيبان 47 وكيخنقو وكيخطفو. ملي يوري كيفيق كيلقى راسو مربوط بالسلاسل ديال الحديد وكانت متصله بالضو في واحد البانيو عامر بالماء وكان واحد اللاسلكي مربوط في يدو. 47 كيقول ليه يهضر في اللاسلكي ويعطي الاوامر باش يقتلوا داك الرئيس المزيف والا الجهاز الكهربائي غادي يخدم وغادي يموت. يوري كيشدو الرعب وكيترجى يخليه يعيش ولكن 47 كيرفض وكيعطي له نص ساعه يفكر. بيكلوف في نفس الوقت كان مشى لواحد البلاصه ومع الحراسه وضباط الانتربول مايك وجينكس. بيكلوف كيطلع يلقي الخطاب ديالو ويوري حيت خايف على حياته كيزير على اللاسلكي وكيأمر القناصه يقتلوا بيلكوف. القناص كيسمع الهضره وكيضرب عليه القرطاس وكيتفرقع الزاج ديال الحمايه. الجنود كياخذوا بيلكوف بعيد باش يحميوه وفجاه 47 كيبان هو لابس اللباس ديال العسكر وكيقتل كاع الحراس وكيخنق بيلكوف وكيخطفو. كيدخل لبيت اخر ولكن كيبان عامل اخر ديال الوكاله صيفطوه باش يقتل 47. كيبقاو يتقاتلوا مع بعضياتهم ولكن 47 كيغلبو كيرشدو دراعو ورجلو. من بعد كيستجوب بيلكوف المزيف وكيبان باللي هو عطى الامر باش يقتل الرئيس الحقيقي. 47 كيتعصب حيت كانوا مقلبينه هذا الوقت كامل. بيلكوف المزيف حاول يدير معاه هدنه ولكن 47 رفض وقتلو. وفجاه الطياره ديال الجيش كتبان وكتبقى تضرب بالرصاص على البلاصه حيت عرفوا الرئيس مات فما بقى عندهم علاش يخافوا. ولكن 47 قدر يتخبى وخرج سالم. من بعد ما سال القرطاس جلس على الكرسي وحط السلاح واستسلم. فعلا الجنود كيوصلوا وكيشدوه. مايك ما كانش متيق راسو حيت اخيرا شدوه كيحطوا في الطوموبيل وكيتحركوا ولكن فجاه طوموبيلات كثيره كيعترضوا طريقهم. كيبان بلي دار هادشي هو عامل المخابرات اللي دار الاتفاق مع 47. مايك كينزل يهضر معاه وفي ديك اللحظه قدر يهرب العميل 47 وهما كيهضروا. مايك كيتعصب حيت ضاع منه 47 مره اخرى. بهكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الملخص ديالنا وهذا هي الجزء الاول. ولا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني قولوا في التعليقات ونتشافوا في فيديو جديد وما تنساوش ديروا شي تعليق.